الآن في هذه الأثناء بقيادة الحكم طار بوجمعة، والبداية ستكون لفريق مولودية الجزائر التي من دون شك ستبحث في البدايات عن الوصول إلى مرمى النجم، لأنه نجم بن عكنون من النوادي اللي لما لا تسجل عليها في توقيت مبكر صعب لك الأمور، لأنه يدافع بشكل ذكي جدا. الكرة ناحية بيز، هذا الدفاع يدخل. كنت سأستذكر وأتذكر معكم بعد هذه الانطلاقة الصعبة الخطيرة أول أخطر فرصة في المباراة لنجم بن عكنون عن طريق اللاعب رقم 10 في صفوف النجم الذي انطلق بأمام باديس. على هذا الخطأ، على هذا التاون، على هذا التوغل الذي كاد أن يكلف المولودية غاليا لولا تدخل أليكسيس غندوس في اللحظات الأخيرة من أجل إنقاذ الموقف وإنقاذ مرمى مولودية الجزائر من أول أهداف هذه المباراة. حشود في تنفيذ الركنية عالية في القائم الأول، يتدخل أيوب عبد اللاوي لتتحول إلى هجمة معاكسة سريعة منك يا بن حو أسامة، ولكن في نهاية المطاف تخرج إلى التماس لصالح نجم بن عكنون. الجزائر بحاجة إلى السرعة في التنفيذ والتحول السريع ما دام نجم يلعب بهذه الطريقة. التوزيع في وقت الحديث عن سرعة التنفيذ، في وقت الحديث عن التحول السريع، كانت هذه التمريرة في عمق دفاع نجم بن عكنون. بايزيد لا بايزيد ماذا ضيع بايزيد، وجه لوجه يضيع هذه الفرصة أمام بوصوف الذي استعمل كل الخبرة من أجل إيقاف هذه الكرة. وجه لوجه المتابعة على طاب في نهاية المطاف. على أي جزئية ستلعب هذه المباراة وهذا الديربي. هنا التوزيع، لم يكن هناك أي لاعب في المتابعة وإلا لكانت فرصة خطيرة لنجم بن عكنون في مساحات في دفاع مولودية الجزائر. في ثاني فرصة وجد كانت هناك الإمكانية موجودة، بينما الخطأ على سويبع. في هذه المعطيات وفي هذه الوضعيات التوزيع الدقيق من بايزيد صعبة. ماذا ضيعت يا أناطاب؟ هل ارتقيت قبل أن تصلك الكرة أم أنك لست قوي في الكرة العالية أو أن رأسيتك كانت ضعيفة وسال بين أحضان الحارس بوصوف؟ هاي الكرة يا أناطاب، ألم يكن بالإمكان أفضل مما كان؟ رأسيتك لم تكن قوية يا أناطاب، كانت سهلة بين أحضان الحارس بوصوف. تأتي المساندة من غزالة التوزيع في القائمة الثانية. الكرة جانبية بعد هذه التوزيع وبعد هذه الرأسية تهز الشباك ولكن من الخارج. هكذا جاءت التوزيعة. ماذا كنت أن تفعل يا طارق؟ كدت أن تسجل ضد مرماك بالنيران الصديقة. فرحات في تنفيذ المخالفة الركنية تنفذ ثنائية. فرحات يلعبها مباشرة مع بن خماسة تنفيذ سيء لهذه الركنية. تغيير الجناح ناحية مخلدة في نهاية المطاف. خطأ فادح من أيوب عبد اللاوي، وغندوس يحرم السويبة ويحرم نجم بن عكنون من افتتاح باب التسجيل. فرصة كبيرة جدا لنجم بن عكنون، وخطأ من أيوب عبد اللاوي. غندوس في ثاني تصدي حاسم في هذه المباراة، الكرة للمولودية الآن، التوزيع ناحية أناطاب. رأسيته أناطاب مش قوي في الرأسيات واللعب الهوائي. أناطاب قوته في الانطلاقات السريعة، قوته في المراوغة. هذا الخطأ وهذا التوغل. أيوب عبد اللاوي حسن حظه أنه لم يرتكب الخطأ. تدخل رائع من غندوس حاضر، تدخلين حاسمين. أيوب عبد اللاوي، أيوب يتقدم بالكرة لبن حوا. تسديد
تسديدة قوية من أسامة بن عوة، رائعة وممتازة، ولكن حضور وتركيز كبير من بوصوف يحرم مولودية الجزائر من افتتاح باب التسجيل بكيفية رائعة. هكذا 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 كانت التسديدة وتدخل رائع من بوصوف، أخرج الكرة إلى الركنية التي تنفذ في هذه اللحظات. نفذت الركنية، التدخل من غزالة بالراس، التسديدة، وبعدين الدفاع يتدخل في نهاية المطاف. لا زالت الكرة للمولودية، لا زالت لغزالة ليضغط، غزالة يسترجع، غزالة يتوغل، غزالة يحاول أن يخترق دفاع نجم بن عكنون، ولكن غزالة يدافع أفضل مما يهاجم. التسديدة من بعيد من بعيد من مقرة الذي أراد أن يغالط الجميع بتسديدة قوية، وهو المتعود على التسديد بشكل أفضل. وهنا الروعة وهنا الروعة وهنا الدقة وهنا القوة وهنا البحث عن افتتاح باب التسجيل بروعة وجمالية، جمالية التسديد وجمالية التدخل في واحدة، أو بالأحرى دعوني أقول في أجمل لقطة في الشوط الأول من المباراة، التوزيع في القائم الثاني، الكرة العالية، نجم بن عكنون الأفضل، بوخلدا الطريقة المفضلة لبوخلدا أنه يطلب الكرة من في هذا المكان ويسددها من دون انتظار. فعل ذلك في الكثير من المرات مع مولودية واران. اطلبها الآن، اطلبها الآن. جاءت الكرة من بن عوة، سددها بقوة ولكنها مرت جانبية، كانت قوية من بوخلدا، ولكنها افتقدت إلى الدقة اللازمة اللي تخلي بوخلدا يبصم على أول أهدافه بألوان مولودية الجزائر. الخطر، لا زال الخطر، فرصة كبيرة جدا تضيع على مولودية الجزائر، فرصة كبيرة تضيع مع بداية هذا الشوط الثاني، وانطلاقة في هجمة معاكس الآن من سويبة طلبها سيلا، راح سيلا ومع أيوب عبد اللاوي، سيلا أيوب سدد سيلا، ولكنها وصلت سهلة إلى قدوس برتم سريع. ينطلق هذا الشوط الثاني، خلونا ننسوا الشوط الثاني، خلونا نستمتع بشوط ثاني مجنون، ومعاه تزداد الفرجة والمتعة هنا في ملعب علي عمار، غير أن يعيد لك الكرة. هنا التصدي الرائع، هنا التصدي الرائع، هنا التسديدة القوية من مسلم أناطاب، وجدت الحارس بوصوف في المكان المناسب. بوصوف لما يكون هذه اللقطة أيضا كانت جميلة ورائعة، أخطر فرصة في المباراة لأناطاب، تصدي رائع. بن خماس الآن في الوسط مع بن حوة ينتظر مساندة، تبدي في تنفيذ الركنية لصالح مولودية الجزائر، تنفذ الركنية وبوصوف فوق الجميع، يرتقي بوصوف ليتمكن من اقتناص هذه الكرة العالية في وقت يبقى في حشود ساقط على أرضية الميدان. بعد هذا الاصطدام، سلامات ليك يا عبد الرحمن حشود. بانغورا لمروان خليل بنفس الطريقة، بنفس المنهج، بنفس الخطة، يحاول المولودية الوصول. بن خماسة يسدد من بعيد، تسديدة قوية، ولكن بوصوف يقول لم أستسلم قبل هذه اللقطة، لم أستسلم لأناطاب، لم أستسلم لحسن بانغورا، ولن أستسلم لك يا بن خماسة، وسأحافظ على نظافة شباكي في هذه المباراة. يراوغ، يتوغل، يسدد، نزلت الخطورة عند مروان خليفة، التسديدة، بوصوف رجل المباراة لحد الآن يبقى سدا منيعا وهجمات مولودية الجزائر. 5 دقائق الآن، 5 دقائق وقت بدل ضايع سنعيشها سويا في هذه المباراة التي أقول وقلتها منذ البدايات، معقدة ومغلقة وصعبة. وعاد الجعبوط، و95 دقيقة اللي لعبناها. إيمانويل لمروان خليفة،
بوسو في اللحظات الأخيرة يتدخل وينقذ النجم. تصدي حاسم في اللحظات الأخيرة من المباراة. كرة صعبة وخطيرة، كرة التأهل بالنسبة للمولودية تضيع، أو دعوني أقول تصدي آخر رائع ورائع جدا من بوسوب. 0-0. مباراة معقدة، مباراة صعبة، وسنذهب حتما إلى الأوقات الإضافية. مروان خليفة، إيمانويل كيبري، تمريرات بين عناصر المولودية. محاولة التوغل الآن من إيمانويل كيبري. مروان خليفة، إيمانويل كيبري الآن لمروان خليفة. راح مروان، واصل مروان. فرصة كبيرة تضيع على مولودية الجزائر. بايزيد يوضع الكرة فوق العارضة الأفقية. يتحسر بايزيد على هذه الفرصة الكبيرة. هكذا مرر إيمانويل لخليفة. يا ماذا ضيع بايزيد؟ أي فرصة تضيع على بايزيد وعلى مولودية الجزائر في أصعب الأوقات. الحسن بنغورة في انطلاقة لصنع المولودية. بايزيد إيمانويل كيبري يسدد ويبص، يبقى سدا منيعا يغلق الطريق في وجه كل لاعب مولودية الجزائر. مباشرة مع إيمانويل، لا، مع زوغرانا العائد بعد ان خاض المنافسه القاريه. إيمانويل كيبري يقدم كاكو، تمريره مفتاحيه رائعه لمروان خليفة منذ لحظات. إيمانويل الكرة مرت أمام الجميع دون أن تجد من يحاول ناحية الشباك. بن خماسة لزوغرانا، إيمانويل كيبري. عجز عنه مهاجم مولودية الجزائر. يتحقق بنيران صديقة، ولكن قبل ذلك دعوني أتوقف عند العمل الرائع من إيمانويل كيبري. فعل كل شيء منذ لحظات، لم يجد من يحول كراته، كرة مروان خليفة ناحية الشباك، ولكن الهدف يأتي بالنيران الصديقة لتشتعل مدرجات ملعب علي عمار. كيف جاء الهدف يا رشيد يا مكيداش؟ كيف جاء الهدف؟ جاء بعد هذا العمل الفردي الرائع. زوغرانا يهيأ، مروان كيبري، إيمانويل كيبري يراوغ، يمر مع بن عبدي، ومن سجل؟ أنت يا إسلام يا شحرور. كرة القدم هي قاسية في الكثير من الحالات. احنا الإعادة رائعة جدا المراوغة صراحة. أبدع إيمانويل كيبري في المراوغة، يصفق مكوين على إيمانويل كيبري الذي أنقذه من ورطة تكتيكية اليوم. وإيمانويل هو من أسعدهم بهذا الفاصل المهاري. اخترق دفاع النجم، راوغ بمهارة. بن عبدي حاول شعراوي أن ينقذ الموقف، لم يتمكن. ولما جاء إسلام شحرور لإخراج الكرة وضعها بالخطأ في مرمى بوصوف الذي ظل صامدا في وجه مهاجم المولودية، ولم يكن يدرك بأن زميله وصديقه إسلام شحرور هو من سيسكن الكرة في الشباك. فصل مهاري رائع، سلسلة من التمريرات بدقة، بروعة، ببراعة وبجمالية. لو سجل هذا الهدف لكان واحد من أجمل الأهداف في الكأس بعد سلسلة من التمريرات المتناسقة والمنسجمة والمتناغمة بين عناصر مولودية الجزائر. عبد الرحمن قوي، قدوس في المكان المناسب بخارج القناة. في الزاوية 90 مباشرة من أجل الاحتفال بالتأهل في هذه الأثناء بعد صافرة الحكم طاهر بوجمعة. مولودية الجزائر تضمن التأهل إلى الدور الربع النهائي على حساب نجم بن عكنون في مباراة كانت مثيرة، كانت صعبة.